ازيكم؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في اول حلقة في بروفة حياة. في حاجات جوانا مش دايما بنعرف نسميها، بنحس بس مش دايما بنفهم. يعني ايه تبقى قاعد وسط ناس وبتضحك بس جواك حاجة مش مفهومة؟ ويعني ايه تتصرف بطريقة وبعدها تسأل نفسك هو انا ليه عملت كده؟ طب هو انا كنت المفروض ارد الرد الفلاني ده؟ هو انا ازاي سكت لها كده؟ انا كنت المفروض اجيبها من شعرها واتخانق معاها. هنا مش عشان ندي نصايح ولا نقول الصح والغلط، احنا هنا عشان نحاول نفهم نفسنا، سواء كل حاجة بنحسها، كل رد فعل، كل طريقة بنهرب أو بنواجه بيها وراها قصة أكيد. وممكن تكون مش قصتنا لوحدنا بس بتلمس في حتة ما، فبنشارك آراء بعض وكلام بعض. اسم القناة بروفة حياة، عشان محدش فينا داخل الدنيا ومعاه سكريبت جاهز. احنا بنتعلم، بنتغير، بنتشكل وبنجرب وبنغلط كمان. وانا كمان مش جايه اقولك اعمل كده ولا متعملش كده، او ان انا عارفه الدنيا كويس جدا خالص. انا بقولك تعالى نحكي ونسمع بعض ونحاول نفهم احنا ليه بقينا كده. في الحلقه الجايه هنتكلم عن حاجات يمكن بتوجع، يمكن بنخبيها، يمكن مش عارفين نعبر عنها. بس النهارده هنبدا من اول سؤال. بس تعالوا كده قبل ما نبدا السؤال ده الاول نسال حاجه تانية خالص عن اول سؤال. ايه نمط الشخصية ويعني ايه سلوك؟ نمط الشخصية هو الشكل العام اللي بنمشي بيه في الحياة، بالطريقة اللي بنفكر بيها، بنحس بيها وبنتعامل بيها مع الناس. زي كده بصمة ايدك اللي هي من ساعة ما بتتولد لغاية ما نموت هي ما بتتغيرش. بتتغير حاجات بسيطة جواها عشان بنكبر، ممكن كمان تعويرة، الكلام ده كله، بس كل واحد ليه بصمة مستحيل تكون عند حد تاني. كل واحد ليه بصمته بتاعته. هي بتتكون من حاجات كتير: وراثة، تربية، تجارب، وفي الغالب ما بتتغيرش بسهولة. بس السلوك دي حاجة تانية خالص. السلوك هو التصرف اللي بيطلع منك في لحظة معينة، في موقف معين. يعني ممكن تكون أصلا شخصيتك هادية بس بسبب الأجواء اللي حواليك، الضغط، مضغوط من الشغل، مضغوط من الحياة، مضغوط من حاجات كتير جدا، ففجأة بتتصرف بعصبيتك أو بتتصرف بعصبية، سوري. دي بتكون عكس الطبع بتاعك، فهنا السلوك مختلف عنك. أو إن أنت أصلا اجتماعي زيادة عن اللزوم بس بسبب الصدمات الكتيرة اللي حصلتك من الناس والخذلان، فتبدأ تنعزل. السلوك هو رد فعلك، إنما نمط الشخصية هو طريقة الأساسية في العيشة. فإحنا قررنا الأول هنبدأ بالسلوك. مش معنى ان كده ان انماط الشخصية مش مهمة، بالعكس هي مهمة وهنتكلم عنها بالتفاصيل بعد كده. ولكن الأهم إن إحنا هنتكلم عليه في الحلقات دي والحلقات الجاية كمان، إن السلوك هو الحاجة اللي بنحس بيها كل يوم وبنعيشها في مواقف كتير، وممكن تكون هي المفتاح لفهم أعمق لنفسنا. طيب السؤال بقى بتاع الحلقة، يعني إيه سلوك؟ وهل بيتولد جوانا ولا بنتعلمه؟ السلوك هو الطريقة اللي بنعبر بيها عن مشاعرنا حتى لو ما قلناهاش بالكلام، وهو رد فعلك لما تتضايق من كلمة، أو تفرح في لفتة بسيطة، أو تعيط وانت مش عارف ليه. يعني مثلا بتتهرب من مواجهة وتقول جواك مش مهم وما يستحقش الموضوع، بس في الحقيقة انت من جواك بتغلي ومتضايق جدا والموضوع فارق معاك بشكل كبير. او ان انت بتتصنع القوة قدام الناس ان انت تمام ومية مية ومفيش منك، بس انت مجرد ما هتبقى لوحدك هتعيط او هتتضايق او هتزعل او هتنعزل فترة، او ممكن تروح تقفل موبايلك. مليون موقف ممكن يحصل مجرد ما تبقى لوحدك. دي كلها سلوكيات بنمارسها من غير ما ناخد بالنا. طيب السلوك ده اللي احنا اتعلمناه، في فرق كبير بين الطبع والتطبع. الطبع هو الحاجة اللي اتولدنا بيها وجزء من تكوينك وشخصيتك، والتطبع هو الحاجات اللي مكتسبينها من حوالينا، من الظروف، من التجارب، من كذا حاجة.
طب في مثل كبير جدا ومشهور جدا بيقولك الطبع بيغلب التطبع. ده معناه إن حاجة مترسخة فيك ومن جوه وصعب تغيرها بالكامل، لكن ممكن تتعلم تتحكم فيها أو تفهمها. في ناس شخصيتها هادية بطبعها تتجنب المشاكل، فتلقائيا عندها سلوك زي الانسحاب أو المجاملة الزيادة. وفي ناس تانية مروا بظروف أو تربوا في بيئة فيها كبت عنف، فاضطروا يتعلموا إن هم يخفوا من مشاعرهم شوية أو يتأقلموا معاها بطريقة ما. وممكن كمان مش بيظهروا مشاعرهم، وممكن اللي جواهم عكس اللي ظهر. يعني السلوك ممكن يكون طبع، ممكن يكون مكتسب. المهم إن نسأل نفسنا هو أنا كده ليه؟ هنا حط لنفسك لحظة سكوت بسيطة، وخليك سايب مساحة تستمتع فيها وتفكر فيها على الإجابة. وانت عندك سلوك معين مش فاهمه، لنا قصتك وحكينا هي القصة بتاعتك. لما تيجي تبعت القصة بتاعتك أكيد مش هنقول اسمك. انت ممكن في موقف معين انت مريت بيه انت مش فاهمه، ده ليه وانا بقيت كده ليه؟ ابعت لنا وهنحكيه وهنسمع آراء الناس وممكن رأيي أنا، ونقول تجاربنا، عشان هي دي أساس القناة. احنا هنا قناة مش علمية، احنا بنتكلم عن الحياة بشكل بسيط، بشكل بشري زينا كلنا. في نهاية الجزء ده وهنكمل في الحلقة الجاية ليه السلوكيات بتتغير، وليه ساعات بنحس إننا مش نفس الشخص اللي كنا عليه من سنة. انت كل سنة شخصيتك بتتغير، انت مش نفس الشخصية بتاع السنة اللي فاتت. أشوفكم في حلقة جديدة وأشوفكم على خير وسلام.